يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. إخوان، هذا الفيديو للجميع إن شاء الله، رجال أو نساء، كلكم أخوتي وعلى رأسي. هذا الفيديو راح أوضح به طريقة تصنيع المفقس الفلين. هسه نبدي بالمفقس الفلين من الخارج. هذا المفقس الفلين، هاي طبعا فلينة وسط، وحسب الحجم انت تشتغله. يعني هاي فلينة وسط. هسه نبدي من الخارج. بالنسبة للفلينة هاي وضعها من الخارج، ماشي. تسوي بيها 6 فتحات من الجوانب العريضة، 6 فتحات. هاي قطر الفتحة نص سنتيم كل فتحة، واضح؟ هاي 6 فتحات. هسه نجي على الظهر، العفو، نجي على الصفحة الرفيعة، نسوي بيها فتحتين نفس القطر، واضح؟ نجي على الصفحة العريضة الثانية اللي هي تصير خلف، هم 6 فتحات نفس الشيء، وتسوي فتحة هنا. هاي الفتحة للمروحة، يعني ظهر المروحة يصير من فوق، واضح؟ وهاي الصفحة اللي هي صفحة الوايرات يعني والقلوب. هاي الخشبة طبعا انا رابط بها القاعدة مال القلوب، وهاي هم فتحة للتهوية. هاي الفتحات شرعت عليها كلها فتحات تهوية، واضح؟ زين عيني. هاي صوندة، شوفها صوندة. وهذا بطل مي مقصوص، رابط بيه الصوندة اني. هاي الصوندة تنزل وين؟ تنزل على طوافة مال مي. هسه خلصنا البرة. طبعا هذا القبق مال الفلينة، هذا بجامع على مود تشوف البيض، الافراخ، الوضعية عندك. اسم هذا طبعا كله شغلي. هسه نجي على الداخل. داخل هذا، واضح؟ هاي المروحة. انت اذا تريد تتذكر شغله ترجع الفيديو وتنتبه على الشرح اللي بيه. هاي المروحة، الثقب الفوق اللي حكيت عليه هذا هنا راح يصير هذا جوا شو اسمه يعني من فوق، واضح؟ خلف المروحة بس من الجهة العالية. يكون ربط المروحة بهاي الطريقة، خشبات 2 يصير مجال بين الفلينة وبين المروحة، وتربط ببراغي. زين عيني. هسه عندنا هنا، عندنا هاي الطاسة والقلوب. هاي دبة مي، شوفها، هاي دبة مال مي، وهاي طوافة وين مربوطة على هاي الصندة اللي حكيت عليها هسه، وعلى هذا البطل، واضح؟ هذا البطل يتعلق فوق، بطل او دبة براحتك انت حسب اللي تسويه. يتعلق فوق يعني بصف المروحة، العفو، بصف المفقسة من فوق، يجي يتعلق اعلى من المفقس ويندار بالمي. هاي الطوافة هي وظيفتها تحافظ لك على الرطوبة داخل المفقس. هسه انا عندي نص ربع مي، هاي الطاسة نص ربع مي محافظ على الرطوبة عندي. هسه الرطوبة انا ما جاي تعبر 50-52، واضح؟ هاي الطاسة، هذا القلوب، هذا التليفون، الأجهزة هاي اللي استخدمها، هاي الأجهزة اللي استخدمها حاليا. يعني هذا الرطوبة هسه بعدها برا وطافية، هذا الحرارة، هذا الرطوبة، هذا البورد، هذا تقليب يدوي، هذا بورد تقليب يدوي. البورد التقليب الاوتوماتيك تجي بعد أجهزة ويصير أكبر، ماشي. ابني هسه جيب لي البيض. هذا كرسي طبعا هو ميز، يعني تفصال ميز. هذا شوف هسه البيض، هاي تقليب يدوي، واضح؟ ميز مربع مشبش بهاي الطريقة، برجلين، يصير اعلى من المروحة والقلوب. شوف هسه هذا الشغل يصير اعلى من المروحة والقلوب. هسه هذا بيض انا مخليه بس الناس خطيرة رأت من عند فيديو، اضطريت اطفي المفقس واصور هذا الفيديو. طبقها حبيبي. هاي الحساسات مال الرطوبة والحرارة لا تخليهن، طبق مال عندك، تخلي الجهاز هنا، او تخلي الجهاز بصف المروحة وتتوكل بالله والشغل، وان شاء الله خير. واي شيء يحتاج يراسلني وانا بالخدمة.